قبل ما ابدا اعرض عليكم القصص حابب اعرفكم على كام حاجه كده. تمام، مبدئيا كده القصص اخذت مني يعني تعب جدا. يعني عندك ميكروفون ولاب بص القصص حتى كتبت في كام ورقه. انت واخد بالك؟ بص كام ورقه، بتاع 14 ورقه. شايف كام حاجه؟ يعني القصص اخذت مني وقت طويل جدا. تمام، ومؤثرات صوتيه بقى زي ما انت شايف كده. نخش في الموضوع على طول. تمام، الفيديوهات اللي انت هتشوفها قدام في القصص دي مش فيديوهات، دي صور انيميشن. يعني اللي انت هتشوفه ده صور متسرعه، 50 60 صوره في الثانيه متسرعين. هيهيأ لك او مثلا هيديك وهم ان ده فيديو. تمام، لكن دي بتكون صور متسرعه، ده الانيميشن. تمام كده، زي ما انت شفت القصص اتكتبت في ورق كتير جدا، بجد اخذت مني مجهود طويل. تمام، يعني القصه الواحده بتاخد مش اقل من 10 ساعات، فيا ريت تقدرني وتقدر مجهودي تمام. نيجي بقى لقصه المحتوى. تمام، انا حبيت بس انزل قصص دي لاول مره وتبقى لاخر مره باذن الله. يعني مش هنزل محتوى قصص ثانيه، بس حبيت اللي هو اغير سنه. تمام كده، يلا بينا انزل بالانترو. أنا وائل، وبعد ما خلصت الثانوية دخلت جامعة بعيدة شوية عن بيتي. والحلو اللي في الموضوع إن أبويا كان عنده بيت في مكان قريب من الجامعة اللي دخلتها، كان وارث البيت ده. بعد ما جدي اتوفى رحت هناك وعشت لوحدي. كان الجو حر جدا في الوقت ده، فكنت بنام دايما وأنا سايب شبابيك البيت مفتوحة. وفي يوم من الأيام كنت نايم جنب الشباك زي ما بعمل دايما، وفي نص الليل صحيت على واحدة بتضحك. بصيت من الشباك علشان أشوف مين دي وبتضحك على إيه، واللي شفته خوفني جدا. كانت في ست واقفة جنب السور بتاع البيت، بس ما كانتش ست عادية، كانت طويلة بشكل غريب، وإيديها رفيعة جدا وطويلة، وشعرها كان مغطي نص وشها لدرجة إني شفت ملامحها بالعافية. كانت عينيها كلها لونها أبيض، ووشها كان مشوه جدا. قفلت الشباك وكنت مرعوب جدا من المنظر اللي أنا شفته، وكنت قاعد أفكر هي بتضحك على إيه. والغريب إنها ما كانتش بتبطل ضحك، وفجأة طلعت تجري بسرعة جدا. وفي الوقت ده افتكرت إني ما كنتش قافل الباب، طلعت أجري بأقصى سرعتي علشان ألحق أقفل الباب. وأنا بجري الأكرة بتاعت الباب كانت ابتدت تتحرك قبل ما أقفله. زقيت الباب بجسمي كله وقفلته، بس في حد كان واقف بره بيحاول يفتحه، أكيد هي الست المجنونة دي. وبعد كده سمعت صوت ضحكتها أكتر من مرة. بصيت من الباب وما كنتش شايف أي حد، وفجأة بصيت لي من الفتحة اللي كانت في الباب وقعدت تضحك. ما كنتش قادر أتمالك أعصابي من الخوف، بس فضلت قافل الباب لحد ما هي مشيت. اليوم اللي بعده سألت أبويا وحكيت له على اللي حصل. قال لي إن من فترة كبيرة في المنطقة اللي كانت فيها البيت كان في واحدة طويلة جدا بشكل مش عادي. الناس كانت بتقول إنها كان عليها روح شريرة، وكله كان بيخاف يقرب منها علشان كانت بتقتل أي حد يجرب يكلمها. عشان كده عاشت لوحدها 60 سنة وبعد كده ماتت. أكيد دي كانت روحها، بس مش عارف كانت عايزة مني إيه. وفي اليوم اللي بعده سبت البيت ومشيت وما قدرتش أقعد فيه تاني. في يوم من الأيام كان في طفل تايه في الغابة،
مشي كتير علشان يدور على حد يساعده، ونادى كتير يمكن حد يسمعه. وبعد كل المحاولات اللي فشلت، فجأة شاف حاجة ما كانش مصدق نفسه من كتر التعب. حاجة فرحته جدا. كان في بيت قديم شكله غريب، وكان في ضوء بسيط جدا منور جوه البيت. راح على البيت على طول من غير ما يفكر، وفتح الباب ودخل. الضوء البسيط ده كان عبارة عن شمعة، وكان في سرير متوسخ جدا، وده الدليل ان محدش نام عليه من فترة. وفجأة لما جه يبص على الحيطة، لقى صور كتير لناس شكلها غريب جدا. تقريبا ما كانوش بني ادمين، كانوا مخلوقات مرعبة. وكانت المخلوقات اللي جوه الصورة دي أكنها بص عليه دايما. ما قدرش ينام من كتر التعب، بس كان تعبان جدا وما قدرش يقوم النوم. غصب عنه نام. في اليوم اللي بعده ضوء الشمس الشديد صحاه من النوم. وهنا كانت الصدمة. كان الصور اللي شافها قبل ما ينام ما كانتش صور، كانت شبابيك بص على الغابة. وهنا اكتشف ان كان في مخلوقات غريبة بص عليه بالليل. على طول خد بعضه وطلع يجري يدور تاني على حد يساعده. في راجل كبير في السن اسمه عم حسن، كان بيحب يحتفظ بالتحف والحاجات القديمة والحاجات اللي شكلها حلو، ساعات قديمة وكتب ولوحات وعملات نادرة وحاجات تانية كتير. كان بيحب يهتم بيها، وبرضه بيحب الرسومات المرسومة لناس حقيقيين. وكان كل يوم يشتري أكتر من الحاجات دي. وفي يوم من الأيام قرر يروح السوق يشتري لوحة مرسومة لحد حقيقي. نزل السوق وفضل ماشي فيه لحد ما قرب يخلصه. وطول ما هو ماشي ما كانش يلاقي أي حاجة تعجبه، وكان خلاص هيروح. وفجأة لقى شخص قاعد على جنب ومعاه لوحة مرسومة فيها بنت. بس اللوحة ما كانتش مرسومة عادي، الرسمة دي كانت دقيقة جدا، أكنها مش مرسومة، أكنها حقيقة. وكان الراجل اللي هيبيعها مش عارض أي حاجة غيرها. اللوحة عجبت عم حسن جدا، وكان عايز يشتريها بأي تمن. وكانت في حاجة شداه في اللوحة دي جدا، وكان مستعد يدفع أي سعر علشان يشتريها. بس لما جه يكلم الراجل علشان يشتريها، حصلت حاجة غريبة جدا. الراجل اللي كان عايز يبيع اللوحة اداها لعم حسن ومشي، وما سألش على أي فلوس ليها، ومشي بسرعة جدا. وعم حسن كان مستغرب جدا من اللي حصل، بس كان مبسوط جدا انه خدها ببلاش. وعلى طول خدها وروح بيته وعلقها في أوضة نومه. وكان شكلها حلو جدا ولايق على المكان اللي حطها فيه. ولما الليل جه عليه قبل ما ينام، حس ان عين البنت بتتحرك. ولما بص على اللوحة تاني، حس ان ايد البنت مكانها اتغير، وملامح البنت كانت فيها حاجة غريبة. بس كان تعبان جدا ونام. وقبل ما ينام حب يفتكر منظر اللوحة قبل ما يشتريها، وقال لنفسه استنى لحظة، ازاي ايديها اتحركت؟ ده ما كانش باين في اللوحة ايد البنت اصلا. او ممكن اكون نسيت، ممكن اكون تعبان ومرهق ومش اكتر. وبعد كده نام. واليوم اللي بعده اللوحة كانت لسه متعلقة في مكانها. وعم حسن ما قدرش يفتكر ايديها كانت باينة ولا لأ، وقعد يقنع نفسه انه كان تعبان ومش فاكر ايديها كانت ظاهرة.
وأكيد مش هتغير نفسها. وفي آخر اليوم عم حسن كان رايح ينام تاني، وعدى من قدام الصورة، وفجأة لاحظ إن عين البنت اللي في الصورة بتراقبه، وكانت بتبص عليه في كل حتة. ما قدرش ينام من كتر الخوف، وما كانش قادر يفهم الكلام ده بيحصل، بس برضه وقعد يقنع في نفسه إنها تخاريف، وخد الأدوية بتاعته ونام. وفي اليوم اللي بعده حصلت حاجة غريبة جدا. عين البنت اللي كانت في الرسمة بصت عليه من غير ما ترجعها مكانها تاني، وكانت بتفضل بص عليه في كل حتة يروحها. عم حسن ابتدى يتجنن، ولما قرر خلاص انه ينام بص على الصورة لآخر مرة، واللي شافه رعب عم حسن جدا، وخلاه ينشف في مكانه من كتر الخوف اللي كان فيه. لقى الرسمة اتغيرت جدا، ما كانتش نفس البنت اللي كانت في اللوحة في أول مرة. دي كان شكلها مرعب، كانت مبتسمة ابتسامة مخيفة جدا. ابتدت البنت اللي جوه اللوحة تتحرك. البنت قعدت تقرب منه، وإيديها كانت طويلة جدا، إيديها كانت بطول الأوضة تقريبا، ووصلت لحد رجله ومسكتها وابتدت تسحبه جوه اللوحة. وفعلا قدرت تدخله جوه اللوحة، واللوحة ما بقاش عليها أي حاجة، بقى لونها أسود، ورسمة البنت اختفت. وفي اليوم اللي بعده عم حسن كان عبارة عن رسمة في لوحة، واللوحة بتاعته كانت معروضة للبيع، واللي كان عايز يبيعها هو البنت اللي سحبته ودخلته جوه اللوحة. بس كده يا جدعان، وتكون قصة اللوحة اللعينة خلصت. زياد اللي عنده 5 سنين كان خياله واسع جدا، ودايما الناس كانت عارفة انه دايما بيتخيل حاجات مش طبيعية، وكان دايما بيقول انه بيشوف مخلوقات غريبة ومرعبة. وفي اليوم ده زياد كان راسم رسمة ورايح يوريها لأخوه جمال. بس الغريب اللي زياد قاله ساعتها، قال لأخوه هو قال لي أرسم الرسمة دي، وعلى فكرة هو هيجي علشانك، أحسن لك إنك تستخبي يا جمال. وساعتها جمال كان بيفكر أخوه بيهزر كالعادة، وقال له أنت اللي بتخوف الناس مش كده؟ بس خيالك حلو، استغله في حاجة كويسة غير إنك تخوفنا، وكفاية تسمع قصص رعب بالليل. وساعتها زياد حرك كتفه وقال أنا مش بهزر معاك، أنا كلامي كله جد دلوقتي وهو بيراقبك. وساعتها الابتسامة اللي كانت على وش جمال أخوه اختفت وبقت خوف. وبعد كده زعق في أخوه قال له كفاية الكلام ده، روح نام. بعدها بشوية صغيرين راح أوضة أخوه علشان يعتذر له إنه زعق له، بس برضه زياد اتكلم بجد وقال له على فكرة أنا في حد بيعيش تحت السرير بتاعي. جمال بص تحت السرير، بس طبيعي ما كانش فيه حد، وكانت نكتة تانية من نكت أخوه زياد. بس برضه جمال مرضيش يتنرفز على أخوه زياد تاني، وقال له مفيش أي حد تحت السرير. جمال شاف على أخوه ملامح الخوف الشديدة، وبعد كده زياد رد عليه رد مرعب جدا. قال له أنا عارف إن مفيش حد تحت سريري علشان اللي بقولك عليه واقف وراك. واحد صاحبي اسمه خالد حكالي حكاية حصلت معاه من فترة. خالد صاحبي شغال سواق تاكسي، بيشتغل من الصبح لحد وقت متأخر بالليل. في يوم من الأيام كان مروح بيته متأخر، وكان الجو ضلمة جدا. في الطريق اللي هو ماشي فيه لقى راجل طويل ورفيع واقف على جنب الطريق، شاور له علشان يوصله. وهو قرر إن لو الراجل في نفس الطريق اللي هو ماشي فيه هيوصله قبل ما يروح. خالد سأله هو رايح فين،
الراجل ميل على العربية وبص لخالد من الإزاز وما ردش عليه. كان لابس طاقية مغطية نص وشه. خالد خاف من الراجل ده وقفل إزاز العربية وقرر يمشي، بس الراجل الغريب ده فتح الباب بتاع العربية بسرعة وركب مع خالد. خالد مفهمش ازاي الراجل ده قدر يفتح باب العربية مع ان خالد كان قافله. لف وقال له حضرتك هتروح فين؟ الراجل الغريب ما ردش على خالد وشاور له بصباعه لقدام. خالد ساق العربية وما كانش عارف الراجل ده هيوديه فين. بص على الراجل الغريب ده في المراية، لقاه مبتسم ابتسامة غريبة وأكنه ناوي يعمل حاجة. خالد فضل باصص على الطريق شوية ومبصش في المراية تاني، بس لما جه يبص في المراية ملقاش الراجل الغريب قاعد وراه، ولما جه يبص جنبه لقى الراجل قاعد في الكرسي اللي جنبه. بعدها صحي من النوم، أتاري كل ده كان حلم، وإنه هو بعد ما وصل آخر زبون كان معاه ما قدرش يقاوم النوم. قرر إنه يروح يكمل نومه في البيت. وهو ماشي في نفس الطريق اللي كان في الحلم لقى الراجل الغريب واقف على جنب الطريق، بس المرة دي ما كانش حلم. خالد قرر يجري بالعربية علشان ما يحققش اللي حصل في الحلم.